تمام. أعرفكم بنفسي أول حاجة عشان ممكن يبقى معظم الناس أول كونتاكت ليها معانا. أنا محمد السعيد، أنا كوفاوندر لمايند ليتكس. مايند ليتكس هي شركة متخصصة في كورسات البرمجة والاي اي داتا اناليسز، اي اي اوتوميشن، اي اي تولز، كل المجالات دي. طيب، ايه اللي بيميزنا؟ مع ان دلوقتي مفيش اكتر من الكورسز. يعني هنسمع ان انتوا اكيد بتشوفوا في ناس كتير جدا، وكل واحد بيجي يعمل كورسات دلوقتي. طب احنا ليه قررنا نعمل مايند تكس؟ أول حاجة لأن دلوقتي بقى في جاب كبير في السوق، أو في جاب كبير جدا ما بين الشركات اللي موجودة، إن معظم الناس دلوقتي بقت مشتتة. دلوقتي احنا بنسمع مليون حاجة. دلوقتي انت ما بتمسك الموبايل بتلاقي 50 60 حاجة قدامك، وما بتبقاش عارف أصلا تقرر بشكل عام، أو تقرر أنا هبقى في مجال إيه، أو إن أنا هتخصص مثلا في ال AI automation، ولا في الداتا analysis، ولا في الويب، ولا في أي مجال. فموضوع التشتت ده زاد كمان مع موضوع الاي اي، ان دلوقتي المجال اللي انا فيه دلوقتي هيتأثر بالاي اي. طب احنا دلوقتي سمعنا ان الناس دلوقتي بقت تعرف تعمل ويب سايتس بلافابل، وتعمل او بريبلت او بكلود، اي حاجه من الحاجات دي تعرف تعمل ويب سايتس. طب هل كده المجال الويب ما بقاش ليه لازمه؟ وبرضه نلاقي مثلا في مجال داتا اناليسز ان الناس بتاخد الداتا وتديها لشات جي بي تي، وشات جي بي تي يديها انسايتس، او كلود يعمل لها داشبورد. بقى اي حد حتى مش عارف المجال اللي هيخشه المنافسة فيه هتبقى عاملة ازاي. هتبقى اصلا هو هيبقى عارف يتعلم المجال ده؟ طب الاي اي هيأثر عليه ولا لا؟ فهنا ان احنا حبينا ان احنا نساعد الناس من خلال ان احنا نوفر لهم ورك شوبس مجانية، ان هي تساعدهم في ان هم يحددوا مجالهم. احنا الحمد لله عملنا برضو ورك شوبس في الداتا اناليسيز، الاي اي اوتوميشن، الباك اند والداتا ساينس، والنهارده اخر ورك شوب معانا اللي هي الفرونت اند، عشان تساعد الناس ان هي تشوف ايه احسن تراك ممكن يختاروه. طيب، ايه برضو بيميزنا ان احنا برضو الناس اللي بتاخد معانا كورسز او كده بنقدر نساعدهم في انترنشيبس، ان هم يتدربوا على داتا حقيقية او على بروجيكتس حقيقية بعد الكورس. وده احنا برضو بنحب ان احنا نركز على حتة سوق العمل. حتى يعني انا بتكلم مثلا عن مجالي اللي هو الداتا اناليسز، احنا كنا عاملين مثلا كوميونتي زي دي بداتا حقيقية. انت ممكن تخش مثلا تشتغل على داتا من شركات فعلا. نفس الفكرة في الفرونت، ان انت ممكن تيجي تتدرب على مشاريع حقيقية فعلا. فالكورس عندنا بيوفر لك ان انت ممكن دي كده البلاتفورم بتاعتنا. انت ممكن تاخد كورسات كتير، سواء ان انت عايزها ريكوردد، عايزها اونلاين، زي ما انت عايز. فالكورسز دي تقدر توفر لك كل اللي انت محتاجه لسوق العمل. طب اقرر مجالي منين؟ هتقدر تقرر من خلال ان انت تشوف الورك شوبس، تقدر تقرر من خلال ان انت ممكن تسألنا. ما احنا ممكن نساعدك فور فري، ان انت قول لنا والله انا خريج كذا، وخدت كورسات في كذا، وعايز اخش في المجال ده، ايه اللي ناقصني؟ بنقدم ده برضو، ان انت نقدر نساعدك في كل الستبس. طيب، زي ما قلت الكورسز عندنا انت ممكن تخش على الويب سايت بالاكونت بتاعك تسجل عادي. هبقى ابعت لكم اللينك تسجلوا فيه. ده بيبقى شكل البلاتفورم من جوه، تقدر تشوف الكورسات اللي عندك. انت عندك كورس ايه؟ وطبعا بقى في حاجات كتير جدا، يعني انت بينزل لك واجبات وامتحانات، والشهادات بتاعتك تعرف تختار شهادة انت شكلها مثلا كويس، يعني انت اللي بتكستمايز الشهادة في الاخر. المحفظة لو انت حاطط فلوس، المشاريع لو انت بتعمل مشروع معين او تاسك خدته في الكورس بترفعه هنا، وبيبقى موجود على الويب سايت عندنا باسمك. فالويب سايت عندنا حلو جدا، وبيوفر لك بقى الكورسز كلها. تقدر تشوف اي كورس انت عايزه. يعني مثلا ده كورس اي اي تولز مثلا، بيبقى بالشكل ده. طبعا مش هتقدر تفتح اي فيديو غير اما تفتح او تشوف الفيديو اللي بعده. انا على النت اهو. فدي مايند تكس، عشان لو اول حد يكونتاكت معانا. طب ايه تاني بيميزنا؟ الانستراكتورز طبعا من اكتر الحاجات اللي بتميزنا، لان احنا ما بنختارش اي حد كانستراكتور. يعني كلهم بلا استثناء، مش عايز انسى حد، هو باشمهندس احمد حافظ في الداتا ساينس، هو رقم واحد في الداتا ساينس. باشمهندس شريف، باشمهندسة فاطمة، كل الباشمهندسين اللي احنا بنختارهم فعلا بيبقوا هم من اكبر او اقوى الناس في مجالهم.
ف وده ان شاء الله هتشوفوه في البرزنتيشن من الباشمهندسه فاطمه، هتعرفكم بنفسها ان شاء الله. فده كده مايند تكس. طب الناس اللي حضرت الورك شوب النهارده ممكن نقدم لهم ايه؟ احنا يعني عاملين لكم كود كده، لما تيجي تعمل ساين ان على البلاتفورم هينزل لك خصم على اي كورس انت عايزه من الكورسات اللي موجوده كلها، باك اند فرونت اي حاجه هتقدر ينزل لك عليها الخصم ده. فانا برضو هسيب الكود عشان ممكن ناس لسه هتخش. يعني هسيب لكم الكود في الشات عشان لو الناس دخلت متأخر ممكن تبقى تكتب الكود ده. انتوا هتعملوا من هنا ساين ان عادي، اللينك اهو. هتعمل ساين ان عادي وهتكتب بس هنا في كود الورشة، الكود اللي هتكتبه بس ده انا هبعته لكم دلوقتي في الشات او على الجروب حتى، عشان ايه يبقى معاكم. انا هبعته لكم على الجروب عشان الكود ده هيفعل لك خصم على اي كورس انت عايز تاخده. طبعا دي حاجة احنا عاملينها للناس اللي حضرت الورك شوب. هبعت لكم الكود حالا اهو. هتملوا البيانات عادي من اللينك ده وهتكتبوا بس الكود. هتلاقوا الكود موجود في شات زوم او في شات الواتساب. تمام. هبعت لكم برضه على الجروب لينكات لينك اليوتيوب عشان عليه ورك شوبس تانية، لو حد مثلا كان ما حضرش ورك شوب من اللي فاتوا وعايز يعرف على مجال معين، فدي لينك اليوتيوب. وانا هبعت لكم لينك الفيسبوك برضه عشان لو في ورك شوبس جايه. احنا كل فتره بننزل ورك شوبس وبننزل تريننج وكده، فلو حد مهتم بحاجه من دي يبقى يعمل لنا فولو، يعني عشان ايه لو هتعملوا جوين في اي حاجه من الورك شوبس اللي هنعملها او التريننج اللي هنعمله بعد كده ان شاء الله. برضو في جزئية برضو عشان لو حد عايز يعني لو حد عارف ايزك برضو دي بارتنر شيب معانا. دي بتساعد الناس على السفر، لو حد عايز يسافر بره او كده هم ايزك بتقدر تساعدهم في موضوع السفر ده. فلو حد برضو مهتم ان هو يسافر او عايز يشوف حاجة بره او كده ممكن يبعت لي وانا ابعت له رقم حد من ايزك وهو هيتواصل معاه ويساعده على الموضوع ده. مش عايز اطول كتير عشان برضو انتوا الهدف الاساسي ان انتوا تستفيدوا النهارده. عايز ادي وقت اكتر للبشمهندسه فاطمه. فاشكركم جدا، ولو حد عنده اي سؤال يبعت لي على الواتساب برضو عشان ما نضيعش وقت السيشن. اتفضل يا باشمهندسه فاطمه. شكرا يا باشمهندس. الصوت واضح؟ هو الصوت واضح. انا ما عرفتش بحضرتك كويس، فحضرتك بقى ايه عرفينا عن نفسك يعني. آه، لا لا، عادي ولا انا يهمك. كلام عشان هتبقى مجروحه يعني. اتفضل. ازيك يا باشمهندسين، ايه الاخبار؟ يا باشمهندسين الصوت واضح ولا ايه؟ هو واضح بس ممكن تلاقيهم بيسجلوا او حاجه، فعشان كده ما اه ما تلاقوا، عشان هتلاقيهم تمام بيسجلوا الحمد مثلا او لله. بيكتبوا الكود تمام. بالظبط. تمام. طيب انا طبعا كان نفسي يكون معانا وقت طويل ان انا اتعرف عليكم كلكم حد حد، فانا هسيب لكم الشات مفتوح. عايزه بس كل حد يعرفني بنفسه كده، اسمه ايه، كليه ايه، واصل لفين في التراك، او ايه الباك جراوند بتاعته عن التراك، وبعدين هنبدا نتعرف ونبدا في السيشن بتاعتنا على طول ان شاء الله.
الليفل قصدهم هم دفعة كام، يعني سنة كام دراسيا وكده؟ الناس دي كلها ما شفناهاش في الداتا ساينس لانهم كلهم ذكاء، كلهم جايين فرونت. اوكي، في حد تاني لسه ما عرفناش عليه؟ تمام، اهلا بكم كلكم. اهلا يا مهند، اسراء، جنى، وعمر، وعبد الرحمن، ورحاب طبعا، وروان. اهلا بكم كلكم. انا مهندسة فاطمة، خريجة حاسبات وذكاء اصطناعي، مدربة معتمدة من وزارة الداخلية. اشتغلت فول ستاك، ميرنا ستاك انستراكتور في وزارة الاتصالات مبادرة الرواد، ويب ديفلوبمنت انستراكتور في المعهد القومي للاتصالات، فرونت اند انستراكتور في ديف اكاديمي وسيمي كود وسويس ولندن انوفيشن اكاديمي والمركز الدولي الروسي، وحاليا مع مايندلي تكس ان شاء الله. اشتغلت فرونت اند ديفلوبر في منصة تم الحكومية لأبو ظبي، واشتغلت فول ستاك ديفلوبر في نيكست تك انوفيشن. انا سعيده بكم كلكم، وواضح ان كلكم ما شاء الله لكم يعني علاقه بالفيلد عموما حتى لو مش نفس التراك. فخلينا بقى نبدا السيشن بتاعتنا. هي ان شاء الله هتكون نقاش مفتوح اكتر ما انه هي كود او حاجه سبيسيفيك قوي في التراك نفسه. هنتعرف عليه بشكل عام. عموما هنبدا كلام من البدايه خالص. خلال السيشن كلها بقى ان شاء الله هنتكلم عن ايه هو الانترنت، ايه المواقع الالكترونيه، ازاي بتظهر لنا من اول ما بنعمل سيرش لحد ما بيظهر لنا الويب سايت. الويب سايت اصلا بيكون عبارة عن ايه اللغات اللي احنا محتاجين نتعلمها، الفرق ما بين كل لغة والتانية، وازاي بنختار الحاجة المناسبة لينا يعني. مين الفرونت اند، مين الباك اند، ايه المسؤولية بتاعت كل حد فيهم، مين اليو اي يو اكس، وايه هي الفريم ورك بعد ما بنتعلم البيزكس، اللغات الأساسية زي ال HTML ال CSS الجافا سكريبت. واخر حاجة بقى وصلنا لفين مع الاي اي، ومين هيستبدل مين، وكل القلق ده.
وان شاء الله نمشي بقى ازاي في التراك او نتعلم ازاي. خليني بس اعمل شير واكدوا عليا ان السكرين ظاهرة. كده الشير ظاهر. تمام يا باشمهندسة زهرة. تمام. طيب اول حاجة خلينا انا اقول لكم الانترنت شغال ازاي، وبعدين هسألكم سؤال وعايزة اشوف رأيكم فيه. احنا كلنا بما ان احنا كلنا لازم نتواصل مع بعض، فكلنا موجودين على شبكة واحدة. الانترنت ده عموما او الشبكات هي مش حاجة في الهواء، هي بتكون عبارة كلها عن سيرفرات والسلوك، والراوتر بقى ازاي بيوصل على الشبكة الأساسية والشركة الموزعة ومش عارفة ايه، وازاي كلنا بنتواصل مع بعض. ب... يعني بشكل بسيط خالص خالص، احنا كلنا لازم يكون لينا اي بي، اللي هو رقم بيميز كل شخص عن التاني عشان نقدر نتواصل. بما انه احنا اشخاص بندخل على الراوتر وبنخرج من الراوتر، فعلى الاقل كل بيت دلوقتي في جهاز بيأكسس الانترنت. ده كده بالنسبه لنا احنا ككلاينت، كحد بيعمل ريكوست على حاجه، شخص بيطلب حاجه او ويب سايت بيطلب حاجه وبيجي له رد. طيب الحاجات الفيكسد بقى عموما، اللي هو مثلا انا هطلب منتج مثلا من امازون، هريكوست على الفيسبوك من البراوزر بتاعي. ايا كان الحاجه اللي هعمل عليها ريكوست، طالما هي حاجه معروفه وانا لما اعمل ريكوست لازم يجيني منها رد، هي لازم تكون متخزنه في مكان، ما ينفعش تكون في الهواء وبتتغير وبترجع والكلام ده. لا، هي لازم تكون موجوده في مكان. والحاجات اللي بيكون متخزن عليها اي حاجه ثابته او اي داتا ثابته انا هعمل عليها ريكوست بتكون اسمها سيرفر. فاحنا يا بنكون كلاينت يا بنكون سيرفر، ما فيش اوبشن تاني. يا كلاينت اللي هو الجهاز بتاعي بقى، سواء الموبايل، اللابتوب، البي سي، حتى السمارت واتش، ايا كان الحاجه اللي بعمل منها ريكوست دي الكلاينت. والحاجة اللي عليها الويب سايت أو عليها الداتا اللي أنا بعمل عليها ريكوست دي بتكون السيرفر. خلينا بقى نيجي كده لسؤال مهم. لو أنا فتحت البراوزر بتاعي دلوقتي، أنا حاليا كلاينت وهعمل ريكوست مثلا على الفيسبوك. من أول ما عملت الريكوست هيحصل بروسيس معينة وبعدين هيجيني الفيسبوك. إزاي البراوزر عرف إن أنا عايزة الفيسبوك ده؟ وإزاي وصل للويب سايت بتاع الفيسبوك بالظبط، ما ودانيش مثلا على ويب سايت تاني؟ تتوقعوا البروسيس دي بتمشي إزاي أو إيه اللي بيحصل؟ هل البراوزر مثلا عارف الفيسبوك فراح له على طول، ولا ايه اللي حصل في النص؟ الصوت مسموع. اه مسموع. هو مش هو اختبار الأول فعادي، يعني انا عايزه اسمع ارائكم وازاي بتفكروا، فمحدش يتوتر او يقلق ان هو يقول رايه يعني. اتفضلي يا امين. هو المفروض إن هنا الموقع إن أنت يعتبر كلاينت، تمام؟ حضرتك دوست الفيسبوك، فهو راح للسيرفر، بحث عنده في الداتابيس بتاعته عن فيسبوك، وراح رجع بريكوست بالموقع نفسه. تمام، يعني دلوقتي انا لما اديت له الفيسبوك هو عارف مكان الفيسبوك فراح على طول للسيرفر اللي عليه الفيسبوك، صح كده؟ أعتقد بيعمل بحث، يعني هو ما يعرفش الفيسبوك فين يعني. اوكي تمام ماشي. حد حابب يضيف لنا حاجه تانية طيب، او يقول لنا هو شايف ايه اللي بيحصل؟ عبد الرحمن، روان، اسراء، مصطفى، الناس اللي احنا شفناها في الشات دي. طيب خليني انا اقول لكم البروسيس بتحصل ازاي. هو قريب شوية للي قالته أماني، لكن هو مش بالظبط. هو فعلا احنا لما بنكتب الفيسبوك المفروض ان البراوزر دلوقتي بيحاول يعرف فين الفيسبوك علشان يوصل للسيرفر اللي عليه الفيسبوك، بس هو مش بيكون عارف مكان السيرفر بالظبط، وبالتالي مش بيدور بشكل عشوائي، مش بيدور الفيسبوك فين عموما. وايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل بالظبط ان انا مثلا هفترض ان انا هنا كده الكلاينت، انا بعمل ريكوست، فبعدي الاول على حاجه اسمها دي ان اس. الدي ان اس هو ده برضو عباره عن سيرفر، لان هو كده مخزن بيانات.
الدي ان اس انا لما اروح له مثلا باسم الفيسبوك، انا كاني بساله الفيسبوك ده متسجل عندك الاي بي بتاعه ايه. احنا اتفقنا من شويه ان اي حاجه علشان اوصل لها، او كلنا كاجهزه او اي حاجه موجوده انا عايزه اوصل لها، لازم يكون ليها رقم بيميزها. احنا اجهزه كتيره جدا موجوده وسيرفرات كتيره جدا وويب سايتس كتيره جدا على نفس السيرفر كمان. فكل حاجه بتكون ليها اي دي، اللي هو زي الاي دي كده، رقم بيميز كل ويب سايت عن التاني، كل سيرفر عن التاني. فبقدر اروح للمكان اللي انا حددته بالظبط. البروسيس اللي بتحصل ان انا ككلاينت بعمل ريكويست على الدي ان اس، ده سيرفر دومين نيم سيستم. انا بديله الاسم اللي اليوزر عمل سيرش بيه، مثلا اليوزر عمل سيرش على الفيسبوك، اليوزر عمل سيرش على اكس، فانا بديله اكس اللي جات لي دي، وهو بيدور عنده هل في مثلا ويب سايت اسمه اكس فعلا. لو موجود هيرد عليا بالاي بي بتاع الويب سايت ده. وبعدين برجع انا ككلاينت تاني او كبراوزر تاني، هروح اعمل ريكويست على السيرفر. السيرفر بقى اللي انا معايا الاي بي بتاعه، انا اخدت الاي بي بتاعه من الدي ان اس، وبيكون الريسبونس المره دي بقى بالويب سايت نفسه، لان انا خلاص رحت على الاي بي بالظبط. تاني، السيناريو اللي بيحصل بالظبط ان انا ككلاينت، سواء بقى هكون بي سي، اللابتوب، الموبايل، السمارت ووتش، زي ما اتفقنا، ايا كان الديفايس اللي هعمل منه ريكوست. طالما انا بعمل ريكوست فانا حاليا بقيت الكلاينت. الكلاينت بيعمل ريكوست بيروح على حاجه اسمها دي ان اس. فالدي ان اس ده زي سيرفر برضه، بيكون موجود عليه كل دومين نيم بالاي بي بتاعه. فانا بروح بالدومين نيم مثلا الفيسبوك اكس واي زد امازون، ايا كان الويب سايت اللي انا هعمل بيه ريكوست. بعدين الدي ان اس هيرسبونس عليا بالاي بي. بالاي بي اللي معايا ده انا هروح على السيرفر. خلاص انا بقيت معايا الاي بي، يعني معايا المكان بالظبط الموجود عليه الويب سايت ده، والسيرفر بيرد عليا بالويب سايت اللي انا طالبه. واضحه الجزئيه دي؟ طيب ممكن حد ياكد لنا كده سريعا ازاي البروسيس بتحصل من اول ما نعمل ريكوست لحد ما بيرجع لنا الريسبونس بالويب سايت نفسه؟ في حد بيحاول يتكلم بس الصوت بعيد. احمد. هو الأول الكلاينت المفروض إن هو بيبعت الحاجة اللي هو عايزها. بعد كده بيروح يدور في حاجة اسمها DNS. ال DNS هي اختصار دومين نيم سيستم. تمام. لما بيديله ال ID بتاع الموقع بتاعه، بيرجع بيه للكلاينت. لا مش فاكرة آه. الباقي، باقي حد ايه. بنروح هو صح. بيروح بالاي دي للسيرفر، السيرفر يرجع له الصفحة بتاعته. مظبوط. بالظبط كده. يبقى احنا فعلا لما بنعمل ريكوست من الكلاينت اللي هو من الويب سايت بتاعنا او البراوزر بتاعنا، بيبدأ يروح على حاجة اسمها دي ان اس، الدومين نيم سيستم او الدومين نيم سيرفر. الدومين نيم لما بروح هناك على الدي ان اس بيمسك الدومين نيم اللي انا ارسلته مثلا او عملت بيه سيرش، بيرد عليا بالاي بي، بيقول لي اه تمام انا عندي الفيسبوك، والفيسبوك فعلا موجود على سيرفر الاي بي بتاعه كذا. فبيرد عليا بالاي بي. نفس الكلاينت او نفس البراوزر بالاي بي بيروح على السيرفر بقى، خلاص دلوقتي بقى عارف مكانه وبيرجع لي في البيج نفسها. طيب البيج اللي هترجع لي دي، اي ويب سايت هيرجع لي بيكون عبارة عن ايه او مبني بلغات ايه؟ HTML أكيد. تمام ماشي صح، برافو. ايه تاني؟ HTML CSS وجافا سكريبت. طيب HTML و CSS وجافا سكريبت، في حد معترض على اي لغة من الثلاثة دول؟ احنا كده كلنا متفقين ان البراوزر او الويب سايت اللي هيرجع دايما هيكون ب HTML و CSS وجافا سكريبت. في حد عنده رأي تاني او حابب يزود لغة تانية مثلا؟ طيب انتوا كده قلتوا HTML و CSS وجافا سكريبت. طيب اوقات بنسمع عن حاجة مثلا اسمها رياكت، بنسمع عن PHP، عن بايثون، سي بلس بلس، جافا.
ايه دول بقى؟ ودول البراوزر بيفهمهم ولا لا؟ هي لغات الباك اند. لا مش الباك اند. البايثون والسي بلس بلس والجافا دي لغات برمجة عادية. ما اعتقدش ان احنا بنستخدمهم في الموقع. البي اتش بي هو ده اللي خاص بالباك اند. الرياكت ده زي زي اداة مساعدة، هي مش فريم ورك بس انا مش عارفاها قوي يعني. ودي هي صح، هي بنستخدمها قريبة ك الفريم ورك فعلا. كشوية حاجات مربوطين ببعض. برافو، كملي. تمام. الرياكت هنا اللي اعرفه عنها ان هي اداة مساعدة ان احنا بدل ما نبني صفحة من الاول، هم حاجات كده عاملينها مع بعض وبنستخدمها، بتساعدنا ان احنا نبني الموقع من غير ما نكتب HTML و CSS ككود من الاول يعني. طيب هي منفصلة عنهم ولا مبنية عليهم؟ ما كده انت دلوقتي بتقولي لي ان طبعا البراوزر بيقدر يفهم لازم الرياكت. تبقى مبنية عليهم. هو انا ما عنديش تمام. خلفية طيب كبيرة عنها، بي بس اتش بي. اعتقد ان هي أكبر انا بس بس يعني حابه هي اقول حاجه. خاصة بالباك اند. مش هو رياكت دي اصلا هي مكتبه المفروض؟ بالظبط، اه هي لايبرري. هي برضو نفس فكرة الفريم ورك، لكن التفصيلة الصغيرة اللي ما بينهم مش عايزين نتطرق لها دلوقتي يعني. طيب احنا كده اخر حاجة قلناها ان احنا عندنا اي ويب سايت بيرجع لي على البراوزر، علشان البراوزر يقدر يفهمه لازم يكون مبني باللغات الثلاثة دول: HTML CSS جافا سكريبت. طيب اوقات بنشوف ناس هم ماشيين في تراك الويب بس بيتعلموا مثلا بي اتش بي، بيتعلموا بايثون، في حاجة اسمها نود جي اس اللي هي برضو الجافا سكريبت. ايه اللغات دي والبراوزر بيفهمها ولا لا؟ بعيدا عن السي بلس بلس والجافا والرياكت. في السي شارب اللي هي دلوقتي تراك الدوت نت، تلاقوا برضو بتسمعوا عنه كتير. دي كلها لغات باك، بما انه هي جزء من الويب، هل البراوزر بيفهمها ولا لا؟ اعتقد لازم تعمل حاجة عشان يفهمها، هو مش بيفهمها كده لوحده، غير بتوع الفرونت يعني. ودي تمام. هبداية طيب مني وباقي الصراحة. الناس؟ لا لا، صح يعني. دي الهبدة الصح. في حد عايز يقول لنا رأيه؟ هو انا اعتقد ان البراوزر بيفهم ال HTML و C++ وجافا سكريبت، لكن مثلا الصوت قطع. اللغات الصوت تمام. الصوت تمام ولا لا؟ كده الصوت واضح. شايف الصوت واضح؟ ايوه واضح. تمام. احنا كنا اتفقنا ان البراوزر بتاعي بيقدر يفهم HTML و CSS وجافا سكريبت. طيب هل البي اتش بي والبايثون والسي شارب اللي هي بعد كده مبني عليها الدوت نت، هل اللغات دي بيقدر يفهمها البراوزر؟ لا، هي لغات باك. طيب يعني ايه فرونت؟ يعني ايه باك؟ ايه اللغات اللي احنا بنحتاجها في الفرونت؟ اللغات اللي احنا بنحتاجها في الفرونت HTML CSS جافا سكريبت، دي اللغات البيزك. فانا بعد كده لو سمعت حد مثلا بيقول ان في فريم ورك اسمها انجولار، في فريم ورك اسمها فيو، نيكست، رياكت، اي فريم ورك انا هسمعها طالما سمعت كلمه فريم ورك او كلمه لايبرري، دي معناها ان هي حاجه مبنيه على اللغات الاساسيه بتساعدني. فمثلا انا عندي الرياكت هي مبنيه على ال HTML وال CSS والجافا سكريبت، هي بالظبط مبنيه على الجافا سكريبت. يعني ايه مبنيه على الجافا سكريبت او ليه مبنيه على الجافا سكريبت؟ هي مبنيه عليها بس من باب ان هي تساعدني. فانا ما ينفعش اروح ابدا اتعلم رياكت الاول، او مثلا اخد فكره عن HTML و CSS وجافا سكريبت بشكل عادي خالص واروح بقى اتعلم رياكت واقول على نفسي كده انا بقيت فرونت اند ديفلوبر وانا مذاكر الاربع لغات دول.
لا، هما الاساس بتاعي ان انا اكون متعلمه HTML و CSS وجافا سكريبت، لان دي اللغات الاساسيه اللي دايما بيظهر عليها فريم ورك. ممكن بكره رياكت دي ما تبقاش افضل حاجه ويتبني فريم ورك قويه جدا احسن من رياكت بكتير واسهل منها، وبرضه هلاقي نفسي رايحه اتعلم الفريم ورك اللي ظهرت دي. فانا دايما هيكون عندي الاساس اللي لازم اتعلمه كويس قوي واغلط فيه كتير واجرب فيه بروجكت كتيره جدا واتعمق في كل تفصيله فيه من غير الاي اي، عشان احنا دلوقتي بقينا بنعتمد على الاي اي كتير. هنلاقي نفسنا ان احنا دايما لازم نعتمد على ال HTML ال CSS والجافا سكريبت ونفهمهم كويس جدا. بعد كده اي حاجه هتتبني عليهم هتبقى سهله جدا، ممكن نتعلمها في اسبوع اسبوعين شهر، هي تختلف من شخص للتاني. طيب البي اتش بي والبايثون والسي شارب واللغات دي بتعمل ايه؟ اللغات دي هي لغات باك. يعني ايه باك؟ يعني انا دلوقتي علشان اعمل ويب سايت، الويب سايت ده بيكون مقسوم لجزئين. جزء بيشوفه اليوزر، مثلا زي الحاجه اللي احنا شايفينها قدامنا دي، انا شايفه مثلا ايكون هنا ممكن اضغط عليها، شايفه المربع ده، شايفه الالوان دي كلها حاجات اقدر اتعامل معاها. لكن كل حاجه منهم لما بتعامل معاها هي بتأدي لنتيجه معينه. ممكن النتيجه دي تكون مجرد فرونت بس، انا مثلا عايزه اضغط على البوتن ده فهيظهر لي كلمة معينة، دي كلها حاجات حصلت في الفرونت بس. لكن أوقات بكون أنا هضغط على البطن ده فعايزاه يجيب لي مثلا 1000 منتج، عايزة أضغط على البطن ده فهيعمل لي عملية ريكوست كاملة. فطالما دلوقتي أنا بقيت محتاجة أتعامل مع داتابيز، هخزن داتا، هطلب داتا، هشتغل على داتا وحاجات حقيقية مش مجرد بس شكل فرونت قدامي، فأنا كده محتاجة سيرفر أشيل عليه بيانات وأطلب من السيرفر ده البيانات والسيرفر يرد عليا بالبيانات. هل احنا كفرونت بنتعامل مع السيرفر بس؟ يعني مثلا انا عارفه ان السيرفر ده شايل عليه المنتجات فاروح اتكلم مع السيرفر يقوم السيرفر يديني المنتجات؟ لا، لازم يكون في حلقه وصل ما بيني وما بين السيرفر اللي عليه المنتجات. لازم عشان اعمل لوجن على ويب سايت يكون في حلقه وصل ما بين الفورم اللي انا بديلها مثلا اسمي والايميل بتاعي والباسورد، والسيرفر اللي شايل البيانات بتاعتي في لغه في النص، هي اللي بتروح تعمل لي ريكويست او بتجهز لي مثلا الباث ده. انا لما بطلب كذا هروح للسيرفر الفلاني هتاكد اليوزر ده موجود عليه والباسورد ده صح ولا لا، وهرد على اليوزر. فهو الفرونت بيكون بس الواجهة اللي اليوزر بيتعامل من خلالها، الباك ده جزء اللوجيك كامل اللي بيوصلني بالسيرفر، والسيرفر ده بيكون عليه الداتا لوحدها. تمام، واضحة الجزئية دي؟ فاحنا كده كفرونت بنشتغل بال HTML ال CSS الجافا سكريبت، اي حاجة مبنية عليهم هي بتكون مجرد تول او فريم ورك او لايبرري بتساعدني. زي مثلا البوت ستراب، البوت ستراب هي مبنية على ال CSS. الرياكت، الانجولار، الفيو، النكست، كل الحاجات دي برضو هي مبنيه على الجافا سكريبت. ال HTML سهله، مفيش حاجه مبنيه عليها، مش محتاجين اصلا مساعده فيها اعتقد. دول كده بيبقوا تبع الفرونت. في حاجه اسمها ساس برضو، دي بري بروسيسور بتتحول ل CSS في الاخر. بنسمع برضو اوقات عن التايب سكريبت، هي لغه نفس الجافا سكريبت، برضو ات ذا اند هي لازم تتحول لجافا سكريبت علشان البراوزر يفهمها. فايا كانت الحاجه اللي بتظهر نكون متاكدين ان هي تماما قبل ما يتحصل لها ديبلوي او تتفهم على البراوزر هي لازم هتتحول لواحده من الثلاثه. فهنلاقي نفسنا برضو at the end الويب سايت بيرجع ل HTML CSS جافا سكريبت بس، مفيش اي لغه تانية. طيب ال PHP والبايثون السي شارب دي كلها لغات باك، انا بجهز بيها الباثز اليو ار ال مش عارفه ايه الحاجات اللي اليوزر هيعمل بيها ريكوست، بوصل الفرونت بالسيرفر اللي عليه الداتا بتاعتي او بوصلها بالداتابيس. السي شارب والجافا دي مش، السي بلس بلس سوري والجافا دي مش لغات للويب خالص، انا بس حطيتهم كاكزامبل كده، هي لغات بتعمل حاجات تانية، فكل لغة بتبقى بتعمل حاجة لوحدها. تاني خلينا نركب على كل اللي احنا قلناه من البداية. احنا قلنا ان احنا كلنا موجودين على الانترنت يا اما كلاينت يا اما سيرفر، يا اما انا اللي بريكوست بطلب حاجة معينة، يا اما انا اللي عندي الداتا وحد بيطلبها مني. فانا ككلاينت لو هعمل ريكوست على حاجة ايه اللي بيحصل؟ لو هفتح البراوزر عشان احنا دلوقتي بنتكلم عن الويب، فانا لو هفتح البراوزر بتاعي وهعمل سيرش على اي ويب سايت، الويب سايت او الحاجه اللي انا عملت عليها ريكوست الاول بتعدي، او السيرش بتاعي كله الاول بيعدي على الدي ان اس. الدي ان اس ده دومين نيم سيستم او دومين نيم سيرفر. فاعمل ريكوست، ببدا اساله الدومين نيم اللي انا معايا دلوقتي في السيرش ده هل هو حاجه موجوده فعلا، هل في فعلا ويب سايت اسمه مثلا فيسبوك، هل في ويب سايت اسمه اكس. فالدومين نيم سيستم هيظهر عليه مثلا او هيعمل السيرش اللي عليه، وبعدين هيبدا يرد عليا الويب سايت ده موجود وده الاي بي بتاعه. بالاي بي اللي رجع لي من الدي ان اس انا خلاص كده هبقى حددت مكان الويب سايت، فهروح اعمل ريكوست على السيرفر ومكانه بالظبط وهترجع معايا البيج. طيب اي بيج بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن HTML و CSS وجافا سكريبت، دول الثلاث لغات اللي بيرجع لي بيهم الويب سايت بتاعي. ال HTML
هي هايبر تكست ماركب لانجوج، ده بتريفير لايه يعني الحروف دي. السي اس اس كاسكيدنج ستايل شيت، والجافا سكريبت زي ما بنقولها جافا سكريبت، بيبقى في منها جزء دوم وبوم هنتكلم عليهم كمان شويه ان شاء الله. اتفقنا برضو ان احنا اوقات هنسمع حاجات زي فريم ورك، زي لايبراري، البوت ستراب، تيل ويند، رياكت، فيو، انجولار، دي كلها بتبقى بالنسبه لنا حاجات مش مفهومه، لكن كلنا بنسمع ان هي كلمه فريم ورك، سواء بقى هي فريم ورك فعلا او لايبراري. لكن احنا نكون متاكدين ان المصطلحين دول معناهم ان هي لغه مبنيه على لغه تانية. زي ما بنسمع مثلا احنا عايزين نتعلم دوت نت، دوت نت دي هي فريم ورك مبنيه على السي شارب، فانا في الاساس لازم اروح اتعلم لغه زي سي شارب علشان اقدر اتعلم الدوت نت، لان هي مبنيه عليها. احنا دايما هنتعلم الاساس كويس جدا، اللي هو HTML CSS جافا سكريبت سي شارب، حسب التراك اللي احنا هنمشي فيه. وبعد ما نتعلم الاساس نروح بقى نشوف ايه الفريم ورك اللي شغاله دلوقتي، ايه اكتر حاجه مثلا مطلوبه في البلد اللي انا عايزه اشتغل فيها وبتعلمها. مش بيكون تعلمها اصعب حاجه، بالعكس يعني هي بتكون خلاص انا عندي الاساس كويس وفاهم ايه اللي بيحصل كويس، فاقدر اتعلم الفريم ورك المبنيه على ده. اتفقنا ان البوت ستراب والتيل ويند دول مبنيين على سي اس اس. ال HTML ما فيش حاجه مبنيه عليها. الرياكت مبنيه على الجافا سكريبت، هي والانجولار والفيو والنكست، نكست مبنيه كمان على رياكت. الساس او الاس سي اس اس دول مبنيين على السي اس اس نفسها. فهم بري بروسيسور، بس بيجمعوا كده ما بين ايه، لغه السي اس اس وما بين الافكار اللي في لغات البرمجه، اللي هو عشان تسهل عليا بس الدنيا شويه. وفي الاخر كده كده لازم تتحول لسي اس اس. في برضو تايب سكريبت هنلاقي نفسنا ان احنا بنتعلمها، مثلا اللي بيخلص تراك الفرونت بيقولوا له ان هو كمان يتعلم التايب سكريبت. ايه هي التايب سكريبت؟ هي يعني بشكل عام كده تقدروا تقولوا مثلا ان هي حاجه مطوره من الجافا سكريبت، فيها بس تايبس بتقدروا تحددوا الداتا تايب بتاع اللغه دي. تقدروا تخلوا اليوزر مثلا ما يكتبش نمبر في سترينج، بتحددوا بس تايبس للفاريبلز نفسها. برضو في الاخر لازم تتحول لجافا سكريبت. ايه اللي بيحول الرياكت والانجولار والحاجات دي لجافا سكريبت؟ حاجه اسمها بابل، بتحصل في النص كده، بتبدأ تفك معايا الفريم ورك اللي انا بستخدمها وقت الديبلوي لفايلز مضغوطة من ال HTML وال CSS والجافا سكريبت، وبعدين نرفعها على سيرفر بيبقى لينا اي بي معين، لما بنعمل عليه ريكوست بنوصل للويب سايت بتاعنا. طيب، ايه بقى الفرق ما بين كل لغة والتانية؟ يعني خلينا نركن شوية الفريم ورك واللايبرري والحاجات دي كلها على جنب، ونشوف ايه الفرق ما بين ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. حد يقدر يقول لنا ايه الفرق ما بينهم؟ أنا ممكن أقول يا باشمهندس. اتفضلي يا رحمة. ال HTML هي structure بتبيلد الموقع، هي حاجة basic جدا. آه، زي مثلا لو هنمثل الموضوع بالويب مثلا ببيت، ف HTML هي مثلا العمدان وهكذا، هي البيزك أصلا بتاع أي موقع. CSS هي الديكوريشن، ازاي ان انا انسق الموقع واخليه سلس كده، وكل حاجة فيه منظمة، الألوان بتاعته تبقى كويسة. يعني شكل الموقع يبقى عامل ازاي. الجافا سكريبت هي حاجة عاملة مثلا زي بتديكي انترفكشن للموقع، اللي هو بتدي للموقع اللي هو العقل بتاعه، يعني ازاي لما اضغط مثلا على كليك هنا على اي بوتن يوديني على صفحة تانية وهكذا. فبس. تمام، جميل جدا. حد حابب يضيف حاجة تاني؟ طيب خليني أعيد نفس اللي باشمهندس رحاب قالته. احنا دلوقتي عندنا 3 لغات، ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. اتفقنا ان كلهم لغات مختلفة، واكيد كل لغة منهم بتعمل حاجة، عشان كده انا محتاجة ال3 دول. طيب ايه الفرق ما بينهم وايه اللي بيخليني محتاجة ال3 لغات دول عشان اقدر ابني اي ويب سايت؟ ال HTML هي من اسمها كده Hyper Text Markup Language، فهي لانجوج مسؤولة بس ان هي تعمل لي الاستراكشر الاساسي. زي ايه؟ زي مثلا اي ويب سايت، انا هاجي مثلا الويب سايت ده
انا شايفه ان هو فيه تكست، شايفه ان هو فيه ايكون، شايفه انه فيه الستراكشر او الاليمنت اللي هو شكل مربع ده، شايفه ان فيه هنا بطن مثلا لما بضغط عليه بتحصل حاجه معينه. ده كده الاستراكشر الاساسي. فال HTML هي دورها ان انا ابني بيها الاستراكشر الاساسي. لو الويب سايت اللي احنا موجودين فيه، فاحنا مثلا برضو عندنا الايكونز دي، عندنا البوتنز، عندنا الاليمنت اللي موجوده هنا التكست. فدي كلها الاليمنت اللي موجوده في الويب سايت نفسه، بعيدا عن السايز بتاعها، بعيدا عن لونها، بعيدا عن مكانها. انا بس بشوف الويب سايت هو عباره عن ايه بعيني كده، وهقدر ابنيه ازاي. وال HTML هي بتبني لي الويب سايت ده. فاحنا عندنا ال HTML مسؤوله عن الاستراكشر. طيب ال CSS بتعمل ايه؟ ال CSS مسؤولة عن الستايلز. انا خلاص ضفت البطن، طيب عايزة لونه بلون معين، عايزاه بسايز معين، عايزة لما اتحرك كده على الاليمنت ده يحصل له كده لون معين، هوفر معين، سكيل، ايا كان اللي هيحصل عليه. بس مجرد ما بتحرك بالسهم كده من غير ما اعمل كليك او حاجة، طالما تغيير في الشكل، ده مسؤولية برضو ال CSS. طيب كده اي ويب سايت هشوفه هلاقي ان انا اقدر ابنيه. يعني اي ويب سايت انا هروح اشوفه، مثلا لو شفت الويب سايت ده انا اقدر ابنيه ب HTML و CSS. ليه بقى انا محتاجه الجافا سكريبت؟ ليه محتاجه لغه ثالثه؟ والجافا سكريبت بتعمل ايه؟ ال HTML وال CSS لو لاحظنا هنلاقي ان هم مسؤولين عن الفيجوال بورد، الجزء اللي اليوزر يقدر يشوفه بعينه. انا هبص للويب سايت ده هلاقي ان هو متكون من كذا وكذا وكذا، فخلاص هعرف اعمله ب HTML و CSS. طيب اللوجيك بقى، انا محتاجه مثلا لما اضغط على البوتون ده، السيركل دي، الويب سايت يعرف ان انا دلوقتي لما احرك السهم كده هو هيبني سيركل. ولما اضغط على السكوير يعرف ان انا دلوقتي لما ارجع هنا واضغط تاني هو هيعمل معايا سكوير مش سيركل. فده كله تبع اللوجيك. ال HTML وال CSS مجرد بس شكل، انا ببني بيهم شكل، ما اقدرش افكر، ما اقدرش احدد حاجه معينه، ما اقدرش لما اضغط على حاجه تعمل لي ريكوست على حاجه تانية او تغير لي تغيير جذري في الويب سايت. لا، دي بتبقى مسؤوليه الجافا سكريبت. فالجافا سكريبت هي مسؤوله عن اللوجيك او الجزء اللي فيه الريكوست بقى في الويب سايت نفسه. في جزء منها برضو للدوم، اللي هي الدوكيمنت اوبجكت موديل. لو انا حابه اغير على حاجه في الويب سايت نفسه، هشيل ديف كامل هبني ديف تاني، هسمع على ضغطه بوتون. الفاليديشن مثلا لما اليوزر يبقى فيه فورم ويعمل ويدخل الداتا بتاعته وبعدين يرجع يعمل سبميت، كده ده الجزء برضو بتاع الجافا سكريبت، ان انا ببدا احدد هل الداتا دي فعلا انا عايزاها ولا لا. لما اخد الداتا دي انا هعمل ريكوست على فين، والمفروض بقى الباك يكون عارف الريكوست ده هيطلب بيه ايه بالظبط من السيرفر نفسه. الجافا سكريبت هي تمام معانا فرونت اند، لو احنا شغالين بس فرونت HTML و CSS وجافا سكريبت. الثلاثه دول كده لوحدهم اسمهم انا شغاله فانيلا. يعني ايه فانيلا؟ يعني HTML و CSS بيور، مش بستخدم معاهم اي فريم ورك. لو استخدمت فريم ورك ببقى بقى اسمي رياكت، انجولار، حسب الفريم ورك اللي انا بستخدمه. الجافا سكريبت مع دول بتشتغل في الفرونت. طيب وانس ان انا حبيت ابني بيها الباك، مفيش اي مشكله، الجافا سكريبت بتشتغل باك وبرده ممكن استخدمها في الموبايل. الباك بس هنحتاج معاها حاجه اسمها نود جي اس. نود جي اس هي تعتبر زي بيئه عمل كده بتبقى موجوده على الجهاز بتاعي، بتسمح للجهاز بتاعي ان هو يشغل الجافا سكريبت على الجهاز نفسه كسيرفر. لان احنا متفقين ان دي لغات بيفهمها البراوزر بس. فانا عشان ابدا اي لغه من دول اشوف منها نتيجه، لازم اعمل ويب سايت فرونت وافتح الفرونت ده علشان اقدر اشوف الاوتبوت بتاعي. تاني احنا كده عندنا الويب سايت بتاعنا، اتفقنا ان هو دايما هيكون مبني بالثلاث لغات دول HTML و CSS وجافا سكريبت. ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ ال HTML هي مسؤولة عن الاستراكشر الأساسي. لو هنتخيل مثلا إن إحنا عندنا مبنى أو أي حاجة في الحياة، هي دايما لازم هتعدي على الثلاث مراحل دول. الاستراكشر نفسه، مثلا لو إحنا عندنا بيت يبقى إحنا محتاجين الطوب والإسمنت والشكل الأساسي بتاع البيت، الحاجات الأساسية، الغرف، التقسيمات، الحاجات الأساسية بتاعة البيت. طيب بعد كده، بعد ما بنينا البيت وبقى عندنا الشكل نفسه، إحنا محتاجين بقى نجهز الألوان، الغرفة دي لونها كذا، الشباك ده نوعه كذا، مقاسه كذا. كل الحاجات دي برضو هنلاقي إن هي تبع الستايل. لو هنحولها لغات برمجة فهي هتبقى تبع ال CSS. بعد ما خلصنا البيت وخلاص شكله بقى تمام، محتاجة بقى أضيف الفانكشناليتي بتاعته. محتاجة مثلا يبقى عندي مثلا مكيف، لما أضغط على الريموت ده المكيف درجة حرارته، الحرارة بتاعته تعلى أو تقل. فكده برضو أنا بتعامل بجزء لوجيك شوية. جزء اللوجيك بقى أو الفانكشناليتي أو العقل بتاع الويب سايت بتاعي، وإنه يعمل ريكوست أو يروح لمكان ويرجع لمكان وكل الحاجات دي بتبقى جافا سكريبت. حد يقدر يقول لنا تاني ايه الفرق ما بين ال HTML وال CSS والجافا سكريبت؟ بس حد من الناس اللي ما كانتش بتتفاعل معانا من بداية اليوم.
ممكن اقول يا باشمهندسة؟ ماشي اتفضلي. لغة HTML هي البيزك او هي اللي بتبني لي الشكل عموما بتاع الويب. والسي بلس بلس اللي هي السي اس اس دي مسؤولة عن الستايل بتاع الويب. والجافا سكريبت عن التفاعل او اللوجيك بتاع الويب. هي بتنقلني مثلا من حاجة لحاجة. ده اللي انا فهمته. تمام جميل جدا برافو. فعلا احنا عندنا ال HTML وال CSS دول مسؤولين عن الفيجوال بورت. ال HTML الاستراكشر نفسه الاليمنت نفسها الموجودة في الويب سايت. ال CSS مسؤولة عن الديزاين الألوان مكان الاليمنت السايز بتاعه. لما بتحرك عليه بالسهم ايه اللي بيحصل الستايلز البسيطة الانيميشن كمان لو في انيميشن في الويب سايت بتاعي دي بتكون CSS. طيب الجافا سكريبت احنا كده اتفقنا ان الفيجوال بورت او اي حاجه انا هشوفها هتبقى HTML و CSS. بس هل انا كفرونت هو بس الدور بتاعي ان انا ابني الشكل؟ لا، في جزء عندي لوجيك. انا محتاجه اقول لما اليوزر يضغط على البطن ده واديه للصفحه دي. ده كده لوجيك تبع الجافا سكريبت. طيب لما اليوزر يضغط على البطن الصوت واضح؟ ايوه تمام يا باشمهندسة، واضح. تمام سوري بس النت فصل. نكمل كلامنا تاني. احنا كنا وصلنا ان ال HTML وال CSS هما مسؤولين عن الفيجوال بورت. الجافا سكريبت اتفقنا ان هي مسؤوله عن الجزء اللوجيك بقى لان انا كفرونت اند مش بس مسؤوليتي ان انا ابني الشكل. لا انا كمان عندي جزء لوجيك. انا عايزه اقول لما اليوزر يوصل للفورم مثلا عايزه الاول اتاكد ان هو بيكتب لي اسمه صح بيكتب لي ايميل صح مدخل لي باسورد بالرولز اللي انا عايزاها البيرث داي كله تمام. فده كده جزء تبع اللوجيك تبع الفورم تبع الفاليديشن. طيب محتاجه اليوزر لما يروح مثلا لصفحه الالكترونكس اجيب له المنتجات الالكترونيه بس لما يروح لصفحه الكلوزز اجيب له الملابس بس. لما يضيف مثلا element للكارد انا عايزه الاليمنت ده يوصل للكارد بنفس العدد اللي هو اختاره. لما يضغط مثلا ان هو هيشتري من الشنطه دي اتنين فانا هزود له عدد الاليمنت بتاع الشنطه دي هزود له الرقم بتاعها. وفي نفس الوقت محتاجه ازود له البرايس. فكل ده لوجيك. اللوجيك ده ما تقدرش تعمله ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. يعني محمد بيحاول يشخبط لنا على الشاشة. ماشي احنا عندنا كده ال HTML وال CSS مسؤولين عن الفيجوال بورد والجافا سكريبت مسؤول عن الجزء اللوجيك. الجزء اللوجيك ده بيتقسم لحاجات كتيرة جدا مش عايزين ندخل فيها بتفاصيل قوي عشان ما تبقاش بس بالنسبة لكم الدنيا معقدة. لكن بشكل مور سيمبل كده زي ما احنا قلنا هنعمل مثلا فاليديشن على فورم. هنخزن داتا. أنا آسف يا هنعمل باشمهندس، ريكوست. غصب عني لا بس. ولا يهمك ولا يهمك عادي. هنخزن داتا عندنا. مثلا هعرف فاريبل هشيل فيه اسم اليوزر عشان لما اروح من صفحه لصفحه اكون عارفه ان انا مثلا الشخص اللي فاتح الويب سايت بتاعي مثلا اسمه محمد. فانا هقول ويلكم محمد في البيج دي. لما نروح عند الكارد فانا هقول له ويلكم محمد برضو فانا كده هبقى خزنت الاسم معايا في الويب سايت بتاعي. فده كده برضو بالجافا سكريبت انا كده عرفت فاريبل. اقدر اعمل ريكوست اقدر اسمع على ايفنت معين اليوزر لما يضغط هنا اعمل كذا. كده انا بسمع على ايفنت معين. عموما ان احنا نسمع على ايفنت او نتعامل ما بين ال HTML والجافا سكريبت في نفس الوقت مش بس جافا سكريبت. دي حاجه اسمها دوم تبقى تبع الدوكيمنت نفسها اللي هي صفحه ال HTML نفسها. طيب